انا دلوقتي ماسك في ايدي اقوى جهازين اندرويد موجودين في السوق دلوقتي، الاونر ماجيك 6 برو والسامسونج جالاكسي اس 24 الترا، وعايز اعرف انهي جهاز فيهم هيكون احسن من التاني. هنقارن ما بين الجهازين في كل حاجه، سواء الشاشه، البطاريه، المواصفات، الكاميرات. فيديو النهارده هيكون مليان تفاصيل، وهتطلع منه عارف انهي موبايل في دول يستحق لقب ملك الاندرويد. وبالمناسبه كل موبايل من دول المراجعه المفصله بتاعته موجوده عندي على القناه، ممكن تشوفها بعد الفيديو ده. خلينا نبدا على طول. خلينا نتكلم اول حاجه عن التصميم. الموبايلين اول ما هتمسكهم هتحس قد ايه التصميم بتاعهم والخامات بتاعتهم فخمه. السامسونج السنه دي اتميز اكتر بموضوع التيتانيوم، الترند الجديد واللون الرصاصي الجديد. ظهر ازاز مصنفر، واللي معايا هنا هو اللون الاسود. وتصميم الكاميرات اللي متغيرش تقريبا من الاس 22 مع الحواف المربعه الحاده اللي بتميز موبايلات الالترا عن اي موبايلات تانية. بينما الاونر غير تصميم الكاميرات للشكل اللي هو شبه فريم الساعات الكلاسيك الغاليه دي، مع مواد تصنيع عاديه زي اللي متعودين عليها، فريم الومنيوم وظهر ازاز مصنفر باللون الاسود في النسخه اللي معايا دي. ولكن في لون تاني بيجي بلون كده منت جرين كده بظهر سيليكون او بيبقى جلد قريب للجلد. حواف الموبايل دائريه، وشاشه الموبايل فيها كيرف من كل الاتجاهات. انا بصراحه بحب تصميم الالترا اكتر، والحواف المربعه دي بتريحني، ولكن في الاستخدام حسيت ان مسكه الاونر اسهل بكتير، وبالذات مع الحواف الدائريه والشاشه اللي هي بتحسها مجبوبه في ايدك كده. ده غير ان وزنه اقل بفرق ملحوظ، وسمكه طبعا اقل برضه بفرق ملحوظ. ولكن الجهازين بالنسبه لي خاماتهم شيك وبريميوم قوي. قبل ما اكمل حابب اشكر ستور مالك فون على ان هم وفروا لي الماجيك 6 برو علشان اقدر اعمل الفيديو ده واتفرج عليه. مالك فون من احسن الاماكن اللي ممكن تتعامل معاها في الموبايلات، وبيديك ضمان على الموبايلات اللي بيكون ضمانها دولي، وهتلاقي عندهم كل الايفونات جديده ومستعمله، وطبعا اجهزه سامسونج الفلاج شيب والاجهزه المتوسطه وغيره جديد برضه مستعمل. حقيقي انا مبسوط بالتعامل معاهم، وانصحك لو انت بتدور على مكان تشتري منه موبايل تاخد بص عندهم، علشان هتلاقي عندهم احسن اسعار. هسيب لك اللينكات بتاعتهم تحت في الديسكربشن وفي اول كومنت. خلينا بقى نكمل الفيديو بتاعنا. لو قلبنا الجهازين وبصينا على الشاشات هنلاقي ان الجهازين هنا بيجوا باكبر احجام للشاشات في الموبايلات العاديه، 6.8 بوصه للسامسونج و6.81 بوصه للاونر، اكبر منه بحاجه بسيطه قوي. بس هتحس ان السامسونج اكبر شويه، وده بسبب الابعاد المختلفه اللي مخليه شاشه سامسونج اعرض شويه. ولكن الشاشتين هنا بيجوا باعلى المواصفات الممكنه. شاشه الالترا شاشه دايناميك اموليد 2 اكس بدقه 1440 في 3120 مع تردد سريع بيوصل ل 120 هرتز، وسطوع تحت الشمس بيوصل ل 2600 نتس. بينما شاشه الاونر هي شاشه اوليد بتدعم لحد 1 مليار لون بدقه اقل شويه 2800 في 1280 مع تردد سريع بيوصل ل 120 هرتز، وسطوع تحت الشمس بيوصل ل 5000 نتس. وزي ما انت اكيد لاحظت اقوى حاجه في شاشه اونر هو رقم السطوع العالي اللي يعتبر من اعلى الارقام اللي سمعناها في اي موبايل لحد دلوقتي، وده بيتحس بيه فعلا تحت الشمس. لو ماسك الجهازين هتلاقي انك شايف الاونر بشكل احسن، ده غير انه يقدر يفضل ماسك اعلى سطوع لفتره اطول من السامسونج. انما في الظروف الطبيعيه بيكون اعلى سطوع لشاشه الاونر 1600 نتس، بينما السامسونج بيكون على 1200 نتس بس كل شاشه من دول بتتميز عن التانية في حاجه. يعني عندك مثلا شاشه سامسونج قدروا يقللوا فيها الانعكاسات بنسبه 70% عن اي شاشه موبايل تاني، ودي حاجه محسوسه جدا خصوصا تحت الشمس، وانا ارتحت معاها قوي. بينما اونر عمل طبقه حمايه على الشاشه بتاعت الموبايل بتاعها اسمها نانو كريستال شيلد، وبتقول ان هي اقوى ب10 مرات من شاشات الموبايلات التانية. طبعا انا ما جربتش ده، بس شفت مراجعين تانيين كتير جربوا يوقعوا الموبايل، والموبايل فعلا شاشته ما كانتش بتتكسر. الالترا برضو بيجي بطبقه حمايه كورنينج جوريلا ارمور، ولكن صدقني لو الموبايل ده وقع منك الشاشه هتتكسر. كمان شاشه الاونر فيها تردد وميض 4320 هرتز، وده اعلى بكتير من السامسونج، وده بيخلي شاشه الجهاز اريح للعين وما تتعبكش خلال فترات الاستخدام الطويله. بس فيما عدا ذلك الشاشتين حلوين جدا وكافيين جدا لكل اشكال الاستخدام، ولو معاك اي موبايل فيهم فهتتبسط بتجربته جدا. الوان الشاشات قريبه جدا من بعض، وتقدر تختار مود الالوان اللي تحبه سواء مشبع او طبيعي من الاعدادات. وعندك بصمه في شاشه كل جهاز، الالترا بصمته الترا سونيك والاونر بصمته اوبتيكال. الالترا سونيك اسرع بس بتغلط كتير لو ايدك متوسخه او مركب سكرينه، انما الاوبتيكال ادق بكتير بس ابطا شويه. كمان تجربه الصوت في الموبايلين لازم نتكلم عليها برضو. تجربه الصوت كانت مرضيه وكويسه جدا، الصوت عالي وواضح في الجهازين، ولكن حاسس انه في الالترا مش بنفس الوضوح وما فيهوش نفس البيز اللي موجود في الاونر. بينما الاونر كان صوته اوطى شويه صغيرين، ولكن بالنسبه لي كان احلى. وطبعا الجهازين فيهم ستيريو سبيكر. لو وصلت معايا لحد هنا يبقى انت راجل جدع. عايزك بقى تقدر المجهود اللي معمول في الفيديو ده وتنزل تعمل لي لايك وسبسكرايب، علشان عايزين نوصل لل100,000 في اقرب وقت ان شاء الله. نيجي بقى لاكتر حاجه حسيت فيها بفرق فعلا، وهي الاداء. هتستغرب لما اقول لك ان خلال استخدامي حسيت ان الاونر اسرع واسلس من الالترا. وما تفهمنيش غلط، الالترا سريع ومش بيهنج، ولكن الاونر اخف واسلس منه بفرق ملحوظ، وده رغم ان الجهازين بيجوا بنفس المواصفات تقريبا. الجهازين فيهم المعالج الكوالكوم السناب دراجون 8 جين 3 مع رام بحجم 12 جيجا للالترا و12 او 16 للاونر، ولكن الاونر اعتقد كان اسرع بسبب سوفت وير الماجيك او اس اللي اخف شويه من الوان يو اي 6.1. كمان الشركتين
الشركتين ركزوا قوي على مميزات الذكاء الاصطناعي وضافوها في موبايلاتهم باشكال مختلفه. يعني عندك في الاونر حاجه اسمها ماجيك بورتال، ودي بتخليك تقدر تاخد اي نص او صوره في اي مكان وتعمل عليهم حاجات بشكل سريع، زي انك تسيرش عنهم او انك تنزلهم في بوست او تحدد لوكيشن لعنوان مبعوت لك وهكذا. عندك خاصيه في المكالمات اسمها اي اي برايفسي كول، بتعرف لو انت بتعمل مكالمه وفي حد جنبك مش عايزه يسمع اللي بيكلمك فالتليفون بيوطي الصوت لوحده. كمان اونر استفادت من النوتش بتاعت الكاميرا اللي بتسميها ماجيك كابسول واستخدمتها نوعا ما زي ما ابل عملت، بيظهر لك فيها شورت كات كده للحاجات اللي شغاله في الخلفيه والمكالمات وهكذا، وتقدر تعمل منها اوامر سريعه. بينما سامسونج ركزت اكتر في مميزات الذكاء الاصطناعي على حاجه زي الترجمه الفوريه للمكالمات او تلخيص المقالات والنصوص سواء على المتصفح بتاعهم او على برنامج النوتس، حاجه زي التعديل على الصور ومسح الاجسام اللي انت مش عايزها، او السيركل تو سيرش اللي بتساعدك تبحث عن اي حاجه موجوده قدامك على الشاشه. ده غير بقى مميزات الفلوتنج ويندو الاختصارات السريعه اللي موجوده في الجهازين. بصراحه سوفت وير سامسونج ممتاز ومش محتاج اتكلم عنه كتير، ولكن اللي اكتشفته ان سوفت وير اونر برضه في اغلب المميزات اللي انا محتاجها، بالاضافه لكده ان هو سريع وسلس خالص. ولكن الحاجه اللي ممكن تهم ناس كتير هي مده دعم الاجهزه دي بالتحديثات. اللي هيجيب جهاز من دول هيفضل يستخدمه غالبا مش اقل من 3 4 5 سنين، وسامسونج هنا بتضمن لك 7 سنين من تحديثات الاس 24 الترا، بينما اونر بتديك 4 سنين بس، ودي نقطه بتفرق بالنسبه لناس كتير. الحاجه اللي بتميز بيها الموبايل الاونر فعلا عن اي موبايل تاني بفرق كبير هي البطاريه. بطاريه السامسونج 5000 ملي امبير بتدعم الشحن السريع 45 واط والشحن اللاسلكي 15 واط، بينما بطاريه الاونر بحجم 5600 ملي امبير بتدعم الشحن السريع 80 واط والشحن اللاسلكي 66 واط. اونر هنا عملت البطاريه بتقنيه جديده وهي تقنيه السيليكون كربون، وكمان حاطه شريحه في الموبايل مخصوص لتنظيم امور الطاقه والشحن، ونتيجه كده ان الماجيك 6 برو بيشحن في حوالي ساعه الا ربع او ساعه الا ثلث، وبيكمل معاه اليوم مرتاح وممكن يكمل معاه نص اليوم التاني كمان. بينما السامسونج بيشحن في حوالي ساعه و10 دقايق، ودايما الموبايل بيخلص مني الشحن بتاعه على اخر اليوم، ممكن اضطر اشحنه مره كمان في نص اليوم مثلا ربع ساعه ولا حاجه علشان يكمل معايا لاخر اليوم بسهوله. ده غير ان الاونر بيجي معاه شاحن في العلبه 100 واط، بينما السامسونج مش بيجي معاه غير الكابل. بصراحه نفسي اشوف سامسونج تهتم شويه بالبطاريه في الجيل اللي جاي، لان هي بقالها كتير قوي على ال 5000 ملي امبير، او حتى تزود سرعه الشحن فوق ال 45 واط اللي هي بقالها كتير برضو قوي عليها دي. لكن الحاجه اللي فيها منافسه قويه فعلا وشرسه هي الكاميرات. الموبايلين دول فيهم كاميرات تعتبر من احسن الكاميرات اللي ممكن تلاقيها على اي موبايل، وانا جربت الكاميرات تجربه مكثفه علشان اقدر احدد انهي فيهم الاحسن فعلا. عندك في الماجيك 6 برو 3 كاميرات، كاميرا اساسيه بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه متغيره، وكاميرا الترا وايد بدقه 50 ميجا بكسل، وكاميرا زوم 2.5 اكس بدقه 180 ميجا بكسل. بينما السامسونج فيه 4 كاميرات، كاميرا اساسيه بدقه 200 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 1.7، وكاميرا الترا وايد 12 ميجا بكسل، وكاميرا 3 اكس بدقه 10 ميجا بكسل، وكاميرا 5 اكس بدقه 50 ميجا بكسل. كل الصور اللي هعرضها لك دلوقتي متصوره بالجهازين في نفس الوقت ومن نفس الكادر، وهنقارن ما بينهم. مبدئيا كده عندك في السامسونج الاوبتيكال زوم 3 اكس و5 اكس، بينما في الاونر الاوبتيكال زوم 2.5 اكس بس، وبيعمل 5 اكس عن طريق ان هو بيعمل كروب من السنسور، فبتطلع صوره جودتها كويسه وفي نفس الوقت زوم 5 اكس. وزي ما انت شايف دلوقتي قدامك الوان الصور طريقه معالجتها مختلفه شويه، هتلاحظ ان صور اونر دايما فيها تشبع زياده شويه وكونتراست اكتر شويه، والاضاءه بتاعتها اعلى شويه من سامسونج، ولكن الصورتين بالنسبه لعيني حلوين قوي. ممكن تكون صوره اونر احلى شويه كشكل، ولكن الصورتين كويسين قوي بالنسبه لي. لو دخلت على حاجه زي البورتريه فهلاقي ان الموبايلين قادرين يصوروا بورتريه على 5 اكس، ولكن صوره السامسونج باين ان الوانها احلى وتفاصيلها اكتر، وحتى العزل فيها مظبوط بشكل احسن، وال5 اكس مديها تاثير احلى لشكل الوش، ومديها تاثير برضو احسن لشكل الخلفيه في خلفيه الموبايل يعني. بينما الاونر مديني لوك دراما شويه كده، بيحاول يقلد الكاميرات، ولكن الصورتين برضو كويسين، ولكن انا شايف ان صوره سامسونج هنا احسن. لو جربت الزوم ال100 اكس في الموبايلين فهلاقي ان الموبايلين بيطلعوا نتائج تعتبر كويسه، ولكن نتيجه سامسونج كانت دايما بتطلع معاه احسن في ظروف الاضاءه المختلفه. زي ما انت شايف هتلاقي عندك التفاصيل اكتر شويه كل ما بتعمل زوم اكتر، وده بفضل ان السامسونج فيه كاميرا اصلا 5 اكس اوبتيكال زوم. انما لو بصيت على التصوير الداخلي في الاماكن اللي الاضاءه فيها ضعيفه فهتلاحظ ان الاونر متعامل مع الاضاءات بشكل احسن، ولو المكان فعلا مظلم شويه كان بيبان في صوره الاونر فعلا في اللوك اللي هو بتاع الضلمه ده شويه، مش زي السامسونج بيحاول يفتح كل حاجه. التفاصيل في الموبايلين كانت حلوه قوي، ولكن خصوصا جوه الاضاءات الضعيفه كنت بحس ان الالوان في الاونر بتطلع احلى بفرق ملحوظ، وكمان النويز في الصور اقل. حتى لما جربت ازوم على جسم بعيد الاونر كده فتح لي الصوره ونورها لي خليها لي واضحه، ممكن ما يكونش فيها نفس التفاصيل اللي في السامسونج، ولكن كانت اوضح واسهل في الرؤيه بالنسبه لي. تجربه النايت مود في الموبايلين كانت كويسه، الاونر بيحاول يحافظ شويه على ان المكان ده مش منور جامد فبيحاول يحسسك الاحساس بتاع الضلمه، ولكن السامسونج بيحاول يفتح كل حاجه علشان الصوره تبقى اوضح بالنسبه لك. لما جربت اصور اكل لقيت الصور قريبه قوي من بعضها، ولكن الاونر
اونر مدي تشبع اكتر كده وحيويه اكتر للاكل، وده بيخلي الصور بصراحه احلى. ولكن سامسونج في مود اصلا لتصوير الاكل بيعمل كده من غير حاجه. وزي ما انت شايف دلوقتي تجربه تصوير الفيديو في الموبايلين كانت كويسه نوعا ما. صوره السامسونج بتطلع بالوان طبيعيه احسن شويه وبتفاصيل اكتر شويه. طبعا الموبايلين بيقدروا يصوروا على 4K 30 و60 فريم، ولكن السامسونج بيقدر يصور على 4K سلو موشن 120 فريم، وبيقدر يصور على 8K 30 فريم. بالنسبه لي الفيديو في الموبايلين كان كويس سواء في النهار او في الليل، ولكن حسيت ان تثبيت اونر في الفيديو كان احسن شويه. تثبيت الفيديو وانا ماشي سواء انا بتحرك بسرعه او بالراحه كان احسن شويه من سامسونج. ولكن عامه انا شايف ان السامسونج كان مطلع فيديو احسن. الكاميرا الاماميه بدقه 50 ميجا بكسل في اونر و12 ميجا بكسل في سامسونج، ولكن بصراحه حسيت ان الصور في السامسونج احسن وواقعيه اكتر، وحتى الصور البورتريه كان العزل فيها بيكون احسن. انا شايف ان كاميرات الجهازين قويه جدا. الفرق الحقيقي بينهم في طرق المعالجه. ممكن صور سامسونج واقعيه اكتر والوانها حقيقيه اكتر، ولكن صور اونر مشبعه اكتر وبتصور احسن في الاضاءه الضعيفه. طبعا سامسونج متفوق اكتر في تصوير الفيديو، مديني امكانيات اكتر في سوفت وير الكاميرا نفسه. حابب اعمل فيديو مقارنه كامله لكاميرات الموبايلين دول بالتفصيل، نجرب فيه كل حاجه ونختبر فيه كل حاجه في الكاميرات مع بعض. لو انت حابب الفكره دي اعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديو لما ينزل، وقول لي تحت في الكومنتات. فاضل نقطه اخيره عايز اتكلم فيها وهنسميها نقطه المميزات الاضافيه، الحاجات اللي كل جهاز بيتميز فيها ومفيش اصلا فيها وجه للمقارنه ما بين الجهازين. لو بصيت للماجيك 6 برو فبسم الله الرحمن الرحيم كده هتلاقي عندك الجهاز بيجي في العلبه بسكرينه وجراب وشاحن سريع، بينما الالترا بيجي بالكابل بتاعه فقط. الاونر عندك فيه فيس اي دي حقيقي موجود في الفتحه اللي فوق اللي اونر بتسميها ماجيك كابسول، وبيشتغل كويس جدا وتقدر تعتمد عليه. حرفيا انا بطلت استخدم البصمه اللي موجوده في الجهاز هنا لان انا بقدر افتح الجهاز بمنتهى السهوله من غير ما المس الشاشه في كل اوضاع الاضاءه. على الجانب الاخر عندك في السامسونج الاس بن اللي من خلاله تقدر تاخد ملاحظات بخط ايدك عادي، او حتى تستخدمه كريموت كنترول تتحكم فيه في الموبايل من بعيد. والقلم ده كان احد الاسباب اللي خلتني اشتري الالترا اصلا، لان انا بسجل ملاحظات كتير فكان بيفيدني. كمان الماجيك 6 برو بيدعم الاي ار سنسور، فتقدر تستخدمه كريموت لاي جهاز الكتروني موجود عندك، ودي حاجه ما بقتش موجوده في اغلب الموبايلات دلوقتي. بكل اختصار ممكن اقول لك ان دول من اقوى الموبايلات اللي موجوده في السوق دلوقتي، لو ما كانوش هم فعلا اقوى موبايلات. اي موبايل فيهم هيقدم لك تجربه ممتازه وجميله ومش هتحس فيه باي تقصير. بالنسبه لي كنت متفاجئ نوعا ما لان الاونر قدر يبهرني اكتر من الالترا، ولكن انا بالنسبه لي الالترا بالنسبه لي هو الخيار المناسب لان انا بستفيد من القلم وبحب شكل الشاشه المربع. اونر حطت هنا كل حاجه انت ممكن تتمناها في الموبايل السامسونج، ولكن بسعر ارخص من سعره. وزي ما قلت لك الموبايلين دول موجودين عند مالك فون احسن اسعار في مصر، هتلاقيهم كمان باسعار اقل من اللي انا قلت لك عليها دي. انا مش عايز اديك ارقام دقيقه علشان الاسعار بتتغير، ولكن اسالهم هتلاقي الموبايلات دي عندهم باسعار اقل من كده كمان، وهتلاقيني سايب لك اللينكات بتاعتهم تحت في الديسكريبشن. عايز اسمع رايكم في الموبايلين دول من وجهه نظرك، انهي موبايل فيهم اقوى وانهي موبايل فيهم يستحق لقب ملك الاندرويد؟ وزي ما قلت لك لو مهتم بفيديو مقارنه الكاميرات قول لي برده في الكومنتات تحت. لو عجبك الفيديو او استفدت ما تنساش لايك وسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبه لي في كومنت وانا هرد عليه. كان معاكم يوسف، اشوف وشكم على خير، مع السلامة.